غنعاود لكم واحد الحدث استفزني واثر فيا، بقى فيا الحال بزاف. هذا الحدث وقع نهار كان الماتش ديال الريال والانتر دي ميلان، هذا الماتش الاخر اللي كانت خسرت فيه الريال ب3-1 في بلادها. فداك الماتش تفرجنا فيه في القهوه، انا وولدي كان سبقني للقهوه. ديك القهوه كنمشيو كاع على جينا نتفرجوا. وصلت عليه قهوه، علاش كنمشيو لها؟ لان زوينه مريحه، الناس اللي فيها نقيين، ما كاينش تخسر الهضره، الكراسه زوينين، ليكرون كبير، اسباس نون فيمور، كنمشيو نبدلو الجو تما. فدخلنا قبل الماتش بشي ربع ساعه وكنتفرجوا في الاجواء اللي قبل الماتش مريحين. شويه دخل واحد البنت صغيره عندها شي 12 عام. هاد البنت مريضه عقليا، مونغوليان، دوك لي تريزومي 21، دوك المرض اللي كيتزادوا به. ودريه اوبيز غليظه شويه مسكينه، لابسه سورفيت وسبرديله ودايره فولاغ. دخلت هزه واحد الساشي كحل كتفرق الفانيد داك ديال 2 ريال، لي بونبون كتفرقوا في الطابله. وتصور بان القهوه عامره لا تيراس والداخل، لان كاينه حتى التلفازه كاينه حتى في لا تيراس، وكتمزاحمو كتعطي كل طابله كتحط فيها الفانيد على حساب الناس اللي كاينين تما في الطابله. وكاين اللي كيبغي يعطيها في الاول، ما كتبغيش تشد الفلوس في الاول، كتقول ليه لا خذ الفانيده وانا حتى نكمل السيركوي الاول، عاد غدير السيركوي الثاني اللي غتجمع فيه الفلوس. عاد غنفهم بالاخر بان هذه راه الكونطرا دو ترافاي ديالها. كاين واحد ديب ولا ديبه كيتسناها برا، هو اللي جايبها، هو اللي عاطيها دي زانستركسيون، حتى ان ديك السيرفيت والسبرديله راه حوايج الخدمه. والدريه عرفتي ديك الساعه والماتش راه مع 9 الليل، راه الليل، والدريه عندها بين وجهها تري فاتيغي، العيا تحت عينها زرقين، وبينها مسكينه راه خدامه كدور على القهاوي. هاد السيد كيعرف الماتشات المهمين وكيعرف القهاوي، البلاصه لازون ديال القهاوي، وكيبقى يدور على القهاوي ساعه قبل والماتش كله وميطون والماتش دوزيام ميطون. المهم فالدريه ما كتاخذش الفلوس حتى الدوزيام سيركوي. جات حطت حدانا حتى حنا 2 فانيدات، وملي رجعت للسيركوي الثاني كتبنا في لاطيراس كيدوروا معاه وكيضحكوا معاه، ويا داك الضحك كيدخل من هنا وكيخرج من هنا. كاين اللي واش رجاويه، واش وداديه، واش برصاويه. واحد قال لها والله قلت لي يا رياليه تنعطيك 20 درهم، عطاها 20. الناس والله يخلف عليك انا، والناس سميتك كتضحك معاها وكتدور معاها. ولكن انا هذا هو المنظر اللي استفزني. ما كاينش اللي سول هذيك البنت مع 9 الليل ومينور ومريضه عقليا اش كدير في القهوه، شكون اللي مصيفطها، شكون المجرم اللي مصيفطها. ما كاينش اللي سولها فين ساكنه، شكون اللي معاك، شكون اللي. ملي جات عندي عرضت لها الفانيده، ما بغيتش ناخذها وما بغيتش ندور معاها، لان هي ما كتعرفش الفلوس غيمشيو عند المشغل، عندك ولد الحرام داك الديب ولا الديبه اللي برا غيكون كيتسنى. وانا نسولها قلت لها هادشي اللي جمعتي ديال الفلوس، انا نشوف شحال جمعتي وهي توريني. المهم جامعه شي بركه في ديك القهوه. قلت لها صافي، قالت لي لا عند عزيزي راك عند عزيزي فلوس بزاف عند عزيزي. دونك هاد عزيزه هي ديك كعافو بين قوسين، واخا هادشي ما كيضحكش. هاد عزيزها اللي يمكن يكون باها ولا خوها ولا جارها، المهم شي مستغل، شي ديب اللي خصو الحبس، لان هذه كتسمى جريمه ديال الاتجار في البشر. هذه دابا ما بقاش، ما عندوش الحق يقول لك لا ماشي شغلك راه بنتي. الشيء اللي كيقولوا معطوب حطوه في جهه الجامع بكروسو، الشمس ضاربه عليه، وجايب دريه مينور ومريضه عقليا و9 الليل وكيدور في القهوه وكيتسنى، وكيقول لك ماشي شغلك، انا باش كنعاون راسي ونعاونها. ما عندوش الحق يقول هادشي، لان المكونات ديال ديك الجريمه ديال الاتجار في البشر كلها متوفره في هاد ولد الحرام. انا ديك البنت كنت باغي نخرج نتبعها نشلق في هذيك خينا ولا ديك خيتي وغندير، ولكن انا جاي نتفرج في الماتش والقهوه عامره باش تخرج، وهادشي ما غيغيرش الحياه، ما غيغيرش الدنيا، واخا كاع نديرو لو موند غادي يبقى. وحنا مع الاسف المجتمع ديالنا هاد الناس ما كيهتمش بهم. ما اللي تزاد عنده شي واحد مونغوليان ولا مريض عقليا ولا مريض جسديا ولا اونديكابي، راه ليه الله، لان بلادنا ماشي حنا كندا ولا الاسترالي ولا هولندا، عندنا مرافق، عندنا معاهد، عندنا الدوله كتكلف بهادو، فلك الله. ولكن هاد لي مينابل وهاد الدياب اللي كيستغلوا هاد الدراري الطفوله ديالهم والمرض العقلي ديالهم
وكيستغلوه في هاد القهاوي ولا في لي ريزو سوسيو. لان كنشوف حتى كاين اللي شاد ولدو هذا عوج ومريق ومبينوها ولدي والبوسان كيطلب به. انا بالنسبه لي هادو خصهم الحبس لان انت اللي خصك تخدم عليه. واخا المسؤوليه ديال الدوله ما كايناش، هادشي اللي عطا الله صافي، ما هادشي اللي عطا الله، نوض تخدم على ولدك، نوض انت اللي خصك تضرب تماره باش تعيش هذاك الولد ولا ديك البنت في الكرامه، على الاقل لو مينيموم ياكل ويشرب ويعيش في دارهم ويقول با ويقول امي وتحس، ماشي هو اللي تركب عليه وتزيدو. فهذا هو الطفل خصو يكون في الدار ديك الساعه يكون كيلعب ولا ناعس مع والديه، انت مدورو كدير. دونك الجريمه هذه بقى فيا الحال. واللي بقى فيا اكثر هو الناس تعاملت مع انها ظاهره مسكينه مانغوليا نظريفها، يقدروا كاع يشوفوا باها ويعاودوا يدوروا معاه هو ديريكتومون. الله يعاونك، راه يعني اوتي بارا اونتربرونور واعر الا عنده ما كرهش يكون عنده شي جوج ولا ثلاثه من هذوك، لان غير في ديك القهوه كانت جمعت شي اكثر من 100 درهم، مول 10 درهم مول 5 مول هذا، وهي مسكينه ما عرفاش كاع دوك الفلوس اللي كتجمع. كيخرج كيحيدهم لها وكيصيفط القهوه اخرى. وانا سوي سيرتان بان عندها لي زول سيبليمونتير حتى 9 ل 10 ل 11 غيسالي الماتش حتى ل 11. دونك عندها من 9 حتى من 8 ونص لان بدات قبل الماتش، وهي خصها تكون في دارها. والمهم بقات فيا وبقى فيا ان مع الاسف هاد الفئه ديال الناس بلادنا مازال ما كتفكرش فيها، وهادو هما الاولويه. ولكن هادشي ما كيبررش ان الاقرباء ديال هاد الناس ووالديها ولا خوتها خصهم يتقاتلوا لاخر عرق ديالهم في الحياه. خصو هو اللي ينوض بكري، هو اللي يدير هذاك يدير اللي دار باش يعيش ديك البنت في الكرامه ويكبرها، انها على الاقل تعيش في الاسره وتعيش، ماشي يدير لها ديك التبهديله. كيما بغات تكون القرابه، انا كنهضر مع باها وما، اما الا كان شي مستغل شي ديب اخر هذيك حاجه اخرى. والناس تبدل هذه الافكار، تشوف هذيك الظاهره راه ظاهره خطيره، راه الاتجار في البشر. الناس اللي داروا الشرفه اللي داروا هذه الجريمه ديال الاتجار في البشر وعطاوها سيرتو انها بنت مينور ومريضه عقليا، هذا عندها 30 عام والفوق، راه جريمه. راه ديك البنت اللي دخلت عندك وضحكتي ما عطيتيها، هذيك راه فاكتور ديال الجريمه كدير 30 عام. 30 عام راه هي المؤبد ديال داك الديب المينابل، كما بغى يكون نوع القرابه اللي برا كيتسناها وكيستغلها. في الاخر غادي يعطيها يشري لها مونيكا ويعطيها واحد كورني وصافي وفرحانه، وهو غادي يدي الفلوس. وانا متاكد بان داك لو سيركوي غادي يكون فيه واحد 500 ولا 1000 درهم. وعاد المهم تفرجت في الماتش والله الا ضرني الحال. حتى ولدي ملي ناقشت معاه حتى هو شاف لو كوتي عاطفي بحالو بحال الناس، ولكن في الاخر اقتنع بالافكار ديالي ولا معايا. وانا فهمت بان هذيك راه جريمه خصني نشوفها في هذا الكوتي. ومع الاسف هذا هو الواقع ديالنا. الى اللقاء.